السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت في الميعاد المناسب. طبعا كل فترة يا جماعة الناس اللي متابعينا يعني عارفين اللي احنا بنعمل لقطة فوز. مبقاش عرض كبير قوي بس بيبقى قوي قوي، ده اللي بيزعلني بقى، بيبقى قوي قوي مبقاش كتير فالناس بتزعل وما بتصدقش. يعني لما يخلص وحد يجي يقول لي انا عايز عرض لقطة فوز اقول له خلص، يقول لي انت ليك ناس وناس، انت عايز تعليقات ولايكات. تعليقات يا جدعان ردوا في التعليقات، انتوا بتاخدوا العروض دي ولا لا؟ الناس ده هتجنني. الاستاذ فلان الفلاني، مش هقول اسمه عشان العود انكسر منه، جايبه من فلان الفلان تاني ب 1150 جنيه، كان مزاد وانكسر منه وكان بتاع تسقيط، فهو حبيبنا يعني، فاحنا عاملين العرض ده قائم يعني عشان خاطره. خلاص ما زعلش حبيب قلبي، فداك الدنيا كلها يعني مفيش مشكله، بس لما تعوز حاجه زي كده بقى ارجع لي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لقطه فوزي. الله يخليك. اقول لك على حاجه، انا مش شارح حاجه، انا اروح جايب العود وجايب المكنه الجولد بس بقى يا ايمو بقى. بص يا باشا، العود ده ان شاء الله العود ده هيبقى عامل زي العيش عندك في البيت، غماز ماشي حداف ماشي. العود ده 63 يعني المقاس المناسب لاي صيد. العود ده فيه مرونه بفضل الله في عيدان اليابان. فاكرين عود ضجة مصر؟ عمل حاجات في الاختبارات ما عملهاش عود النفط. لو تفتكروا الناس اللي متابعه من زمان، كنت ببيعه بكام؟ ب 150 جنيه، وكانوا بيشيلوا بيه بال10 كيلو، وكنت بقول تشطيبه منيل بنيله ولكن مضمونه. المهم وانا دخلت في القصه دي ليه؟ المهم العود ده يا اخوانا مرن، شغاله حداف شغاله غماز طول 63 يشتغل معاك كل حاجه. بس انا حاطط عليه الجولد لاني بحبها وسمباتيك كده الجولد المعدن. عشان خاطر ايه؟ انا نيتي ان العده دي تسرح بيها تصطاد بيها غماز، ولكن ممكن تشيل المكنه وتحط مكنه اكبر وتشغله حداف، هيعجبك قوي 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 يعني. عود مرن ومحترم. خلاص إيه، نبيع لهم الصناره دي ب 700 جنيه مثلا. ولا اقول لك على حاجه حلوه، هي لقطه فوزي بقى، احنا هنحط العده دي في الجراب ده اهو ونبيعه لهم ب 1000 جنيه. غالي يا فوزي؟ طيب حاضر، اركن بقى العده دي اللي هو العود والمكنه والجراب. اتفقنا؟ الجراب اللي هيجي لك الاسمر يا اما الرصاصي اللي مزود بمحفظه شبكه هنا. اتفقنا؟ يعني هتبيعهم ب 1000 جنيه؟ هبيعهم ب 1000 جنيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، اركنهم على جنب هنا، هنعوزهم دلوقتي، احنا هنعوزهم دلوقتي، بس خليني اوريك حاجه تانية غيرهم. نشوف العود ده ونرجع تاني. واقع قوي يا اخوانا، الكرسي ما بيتحركش من مكانه. باين الكرسي معاك؟ الكرسي باين معاك؟ ايه يا باشا، اجي اصور ولا ايه؟ بص بقى، احنا مش هنرفع، احنا هنشمط عليه بسم الله. الاكشن باين. ما ترفعش يا جدع، ما ترفعش من على الارض. كده اترفع من على الارض. صلي على سيدك النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا جدعان الاختبارات ديت بيبقى فضل من ربنا اللي احنا بنقع في حاجه كويسه. رساله اولى، حاجه مش ملعوب فيها، الحمد لله رب العالمين. اهو ابيعهولك بقى ب 1150 زي ما انت جبته وانكسر منك. ده مش هينكسر، ده ضد الكسر حرفيا. لا مش هعمل كده، ولا اعمل كده؟ ابيعهولك ب 1150 حاضر اهو ماشي. واجيب لك المقاتله دي في منها الوان يا جماعه، في منها اللون النحاسي والاحمر، يعني انت ونصيبك. المكنه ده يا جدعان بفضل الله سدت عن مكن بفلوس. في ناس معاها البانكس ودي، يعني دي بفضل الله بقوه البانكس. مقاس 7000 اللي هتجيلك بتشيل من مقاس الخيط 60 110 متر. خلاص يعني سقط براحتك. مكنه مقاتله يعني يا اخوان. خلاص بتوصل في ناس بتبيعها ب 500 جنيه، الله يسهل لهم الحال. انا هنبيع زيهم برضه عشان نستغل الظروف. يبقى العود ب 1150 زي ما انت جبته والمكنه ب 500، يبقى العده دي ب 1650، وادي 1000 يا عم الحاج يبقى 2650. هتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هقول لك المفروض يا جدعان ان في جزء انقطع من الفيديو، ان كل العرض اللي انت المفروض يعني
كل العرض اللي انت شفته كنت هتاخده ب 1200 عشان العده تقف، كل عده فيهم ب 600 جنيه، ده غير الجراب. ولكن فضل ربنا علينا كبير، كل اللي انت شفته ب 950 جنيه. التواصل واتس على 0173 80 187، دفع فودافون كاش، دفع ثمن الشحن عند استلام الاوردر، بيوصلك من 48 ل 96 ساعه من ساعه ما بيتسلم من شركه الشحن. مش شرط المندوب يجي لك لغايه عندك الا اذا كنت في خط سير والكده بيقرب معاك المسافات. في خدمتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.